مشاهدينا الكرام، يمكنكم التواصل معنا في هذه الحلقة عبر الأرقام المعلنة أمامكم على الشاشة، من داخل مصر على أي تليفون أرضي 09729، وأيضا من أي محمول داخل مصر 2379، ومن جميع أنحاء العالم 002023865 شيخ حجاج، رأيك في كلام الشاب أولا؟ وطبعا احنا يعني نكمل كلامنا. قلنا القصة قصة تقليد. ما هو بداية أنا عايز أعرف رأيك في مشروع اللي قائم عليه الأستاذ محمد وبالعربي أحلى، ثم سنتكلم تدريجيا يعني. بداية المشروع ده طبعا أنا سعيد جدا بالمشروع ده. تمام. ودي نعتبرها اللبنة الأولى للحفاظ على اللغة وللحفاظ على الحضارة، وإن احنا ما يكونش مقلدين تقليد أعمى للغرب. تمام. طيب أنت شايف الشباب يا شيخ حجاج كلهم شايفين لا ان هو التيشيرتات المكتوبه الاجنبيه هي الاكثر اقبالا، وهم اللي هيشتروها اكتر حتى لو يعرض عليهم الاثنين؟ جميل قوي. برايك ليه يعني؟ انا عايز اسال بس سؤال. اتفضل. احنا ليه بنختار اللي عليه لغات اجنبيه؟ تمام. ايه السر في ان انا بختار حاجه عليها لغه اجنبيه؟ بقول لك ستايل شكله حلو، ماركه بتاع. يعني انا سمعت احدهم بيقول ان طبعا انا لو جبت حاجه بالعربي تقريبا مش هتمشي ومش هتتباع عندي. تمام. لا احنا مش عايزين برضو نوقف مثلا حالك، كان نتكلم بواقعيه شويه، مش عايزين نوقف حالك، مش عايزين الامر كده تيجي تعرض لي كل التيشيرتات بالعربي ومحدش يشتري منك وتلاقي نفسك يعني في ضيق او في تعثر. لا احنا ممكن نعالج الموقف زي ما دائما وابدا الاسلام بيعالج المواقف بشكل جميل قوي. ولو نتعرض كده لعلاج كام موقف هنتعلم من الإسلام حاجات جميلة. تمام. أول شيء أنت هتتخير الكلمات الإنجليزية اللي موجودة على التيشيرتات، بحيث أن الكلمات تكون اللي هو هيعرض الاثنين جنبا إلى جنب. تمام. الإنجليزية والعربية. اللي موجود على الإنجليزية هنختار الكلمات اللي هي الكلمات المهذبة. تمام. يعني حضرتك شايف انه لا مانع من اقتناء التيشيرتات اللي باللغه الاجنبيه ان كانت ما فيش فيها حاجه خادشه؟ مش لا مانع. انا عايز اقول دلوقتي مبدئيا هنعالج الموقف ازاي. تمام. طيب نضرب مثل الأول، المثل في علاج الربا. الله سبحانه وتعالى لما جه حرم الربا على مراحل. تمام. كان الأول كان في واحد فاتح محل شغلته الربا فقط لا غير، بيرابي يعني يبيع فلوس أموال دراهم، ال1000 ب1200 يعني شغلته عمل المحل أصلا الربا. فالربا كان يسمى جزء من التجارة. الربا والبيع شيء نوع من انواع التجاره. تمام. فكان في ناس فاتحه محل الربا. تمام. لما ربنا سبحانه وتعالى حرم الربا ما بداش كده على طول بتحريم الربا، بدات الايات الله سبحانه وتعالى يذم السابقين انهم كانوا ياكلون الربا. تمام. واخذهم الربا، الله يحكي في القران واخذهم الربا وقد نهوا عنه. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبدأ يقول لك لا طب احنا مش عايزين يا جماعة تاخدوا ربا بصورة بشعة أضعافا مضاعفة. فقال الله في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم بعد ذلك اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. إذن هناك تدرج في مراحل تحريم الربا. احنا لو خدنا صيغة التدرج في اننا في الانتقال من حال الى حال، هو واحد كان شغلته محله بيبيع ربا بس، هيبدأ خفف شوية في الربا، بدأ الله أنكر الربا عليه، ثم بعد ذلك بدأ يخفف، بدأ ياخد ربح بسيط مش أضعافا مضاعفة. بعد كده حرم الله الربا فبدأ يشوف وسيلة تانية. احنا عايزين نحط وسيلة اللي هو القمصان أو التيشيرتات المكتوبة باللغة العربية، عايزين نحطها جنبا إلى جنب بجوار التيشيرتات اللي مكتوب عليها باللغات الأجنبية، مع اختيار الكلمات الأجنبية القليلة والمهذبة. لما أنا أبدأ أختار ده وأضع ده جنبا إلى جنب، ثانيا أنا أبدأ أعتز بلغتي، أبدأ أقول للناس يا جماعة أنا عايز الطفل النهاردة بيفتح عينه بيلاقي كلمات مكتوبة بالإنجليزية، كلمات كثيرة. لغة النت صارت باللغة الإنجليزية. وفتح عينه على مدارس أجنبية. مدارس أجنبية. نعم. مدارس أجنبية. حاجات كتير في البيت. تمام. في امور كثيره، لبس التيشيرت اللي عليه اللي على اخوه. تمام. اللي على، فاحنا عايزين نخفف ده شويه عشان نحافظ على اللغه بتاعتنا. اللغه العربيه ما تندثرش اللغه العربيه. فهو برضه مثلا احنا كشباب مسلمين لو عرفنا ان احنا كده الحضاره بتاعتنا بتندثر واللغه بتاعتنا بتندثر مش هنعيرها، مش هنحافظ عليها، وعشان نحافظ عليها لازم نخلي الاطفال النشء الصغير ده هو يبدا ينظر لكل شيء، يجد كلمات كثيره بالعربيه ونحاول نهذبها ونختار الخط زي ما بيقول الفونت
فونت يكون جميل او كويس. تمام. نحاول نختار كلمات مهذبه برضو جميله، نقللها او نكثرها، نختار خامه جيده، بحيث ان ايه ان احنا نعمل توازن ما بين الحاجات التيشيرتات اللي مكتوب عليها بالحاجات الانجليزيه والتيشيرتات اللي مكتوب عليها بالعربيه وتفوق فيها العربيه. تمام. يبدا السوق يمشي ناخذ جنبا شيء الى جنب. وناخذ اتصال من اخونا ابو احمد.